بيك يا يارا المرة التانية. اهلا بحضرتك. أنا سعيد جدا. اللقاء دوت من أعظم اللقاءات اللي أنا بعملها، أنا ببقى سعيد وبحتز كده يعني. أنا ببقى فعلا سعيد، الكلام بيبقى كلام بيطلع من القلب. ولما تيجي بقى الكلام تتكلم مع الشاعرة يارا كده بإذن الله يكتب لها مستقبل كبير جدا إن شاء الله، داخل وخارج محافظة البحيرة إن شاء الله على مستوى مصر. يارا حابب أقول لك حاجة، أنت بتروحي طبعا في دعوات بتيجي ليكي بتروحيها؟ اكيد طبعا. رحت اول ما بدات في الشعر كنت بروح جلسه ثقافي في مركز بدر ونادي اداب بدر. تمام. وبعديها كنت بروح التلفزيون. رحت التلفزيون؟ قناه جميل القاهره جدا. 3. كويس. وبعد كده رحت الاذاعه في الراديو. وبعد الراديو على طول كنت دايما بروح مع الشاعر احمد مرسي في القاهره في كل مكاتب مصر العامه. تمام. وبعد الشاعر احمد مرسي كنت بروح مع الشاعر احمد الكومي في مكتبه مصر العامه في الزاويه الحمراء. تمام. انت بيبقى احساسك ايه لما يجيلك دعوه كده اللي انت هتشوفيه؟ بيبقى احساسك ايه؟ طبعا بيبقى احساس كبير، وبيبقى ليا الفضل ان انا اروحها مع ناس قامه وقيمه. وطبعا ببقى اكيد فرحانه عشان هروح ان انا اجيب رساله للناس او ابعت رساله للناس عن القصيده المعينه اللي انا رايحه اقولها. وطبعا بيبقى ليا الشرف ان انا اكون في حفله كبيره زي اللي بعد. احنا كلنا كابناء مركز بدر بيبقى لنا الشرف وبنفتخر طبعا لما تكون يارا بنت قريه المصابر. يعني بتبقى ظاهره ان شاء الله، وهتظهري على جميع القنوات ان شاء الله، لانك انت هتبقى فخره، هتبقى حاجه جميله جدا من مديريه التحرير. يا ساره يا يارا، يعني قولي لي كده، انت لما انا سالتك قلت لي انا عندي شعر في في عن الام، وفي عن الوطن، وفي عن الجيش برضو، والشباب، وفي عن ضياع الشباب، وفي عن الوقت، وكل اي حاجه في المجتمع بكتب عنها. وسمعت عن الرومانسيه. في طبعا عن الرومانسيه والشاعر محمد حسن. طب ما يلا نسمع كده حاجه رومانسيه. اتفضل. صوتي بعنوان كان لازم احبك، الشاعر محمد حسن. كان لازم احبك من ساعه لما قابلت، من عند حضور ازيك يا جميل، من قلبي ساعة من باله طويل، من تخطف قلبي اللي انا حاطط على بابه قفال. لما سألتيني بحبك ليه ما لقيتش كلام اصلا يتقال. شوفي لما يجمع شوق وجنان وادب وحنان وامان وسلام مع بنت حلال، كونك قبلاني دي تتشلك وجميل عالراس. قبلك حبيت، كنت مفكر ان انا حبيت، بس قابلتك وقتها ولقيت الحب بشكل جديد خالص. كان دايما في حاجة ما تكملش، كان دايما في احساس ناقص، ولاني محبكها زيادة وبحب الشيء يبقى مثالي، قلت اكمل وحده ويمكن تحصل زي ما هي في بالي. اول ما قابلتك بالصدفة قلت تعالى، قلت تعالى، شرفت حياتي ونورتي وحجزتي مكاني، ودخلت الدنيا وغيرت في عيني الالوان. بالظبط اللي انا عاوزه لقيته، واحدة تكون للواحد بيته وقابلني جنانك حبيته، ودي مش شخصيتي ولا طباعي. سميت ايامي بلا وجودك ايام متعادة وبلا داعي. حبيتك ليه وده برضو كلام، يا نصيبي الحلو يا فرحي الخام. ده اول مرة اقرر شيء والاني اصبت، لو شافوا الرسمة اللي رسمها تطلعي بالظبط. ايوه بحبك ومفيش اسباب دنيتي قبلك مكتوبة غياب. برتاحلك وكأني اتربيت انا وانت في بيت والباب في الباب، وكفاية انك عارفة عيوبي وانا فيا عيوب علشان هتسيب. فرحي مودي وسكوتي كتير عدوا حدودي، ستات طوابير وسابولي تاريخ
انك قبلاني دي تتشلك وجميل عالراس، وكفاية انك عارفة وقلتي حباك وخلاص. وانا والله بحبك واعمل عين الحراس، اوعدك ان انا عمري ما اخون الوعد المقطوع. فرحك واجبي، زعلك ممنوع، يا الشيء بالظبط يا اجمل نوع. هتكوني تملي في تفكيري صلب الموضوع، وافضل بحميكي من الدنيا واخد ضرباتها وانا مكانك. انا قبلك ضيعت حياتي والباقي مخليه علشانك. ربنا يكبر خاطرك زي ما واخده بايدي، انا وياكي لقيت نفسي ولقيت عيدي، واذا قالوا الناس انت تزيدي. يا غطايا من الايام البور، يا شعاع النور، يا حمولة ومرضية بشلتك، هتفضلي دايما كل اصحاب ويقدرني النصبة حيلتك. كان لازم احبك يا حبيبتي، كان لازم احبك من ساعة لما قابلتك. انا من ساعه لما شفتك انا بجد والله انا سعيد وبحتز وبفتخر طبعا. انا مبسوط بيك يا يارا، في القاء الصوت كل حاجه يعني. يارا الكاريزما بتاعتها حاجه جميله جدا. مين اللي ساعدك اللي انت تعملي كده؟ بس لكن بعد فصل، بعد الفصل